قلت لك من اول الموسم، اللعيبه دي لو خسرت الكونفدراليه هيجي بعد الماتش يقول لك ايه؟ احنا عندنا مشاكل يا بيه، احنا بنشحت، احنا بنجري على كوم لحم ويتامى، احنا عندنا قيد وفلوس ومعرفش ايه. طب كسبوا. احنا بنكسب رغم المعجزات ورغم الظروف ورغم المؤامرات الكونيه الماسونيه اللي ضدنا. هي دي الفرقه دي كده. مش هتبص على مستوى لاعيبتها القذر اللي قدموه في ماتش الذهاب والعوده قدام الاتحاد العاصمه، اللي هانهم كوره، كانوا بيقدموا اقذر كوره في التاريخ شفتها في الماتشين دول. فرقه تعبانه قوي يعني. عشان يا جدعان نقول لك بيراميدز والاهلي وحشين، بيراميدز والاهلي وحشين، فعشان كده الزمالك ها يلا بينا ناخد اللقطه. لكن انا لو حلو وبيراميدز حلو، وخلينا نتكلم جد يا جدعان، بيراميدز خد مكان الزمالك بجد فعلا، ده حقيقي مش كلام. ده لسه العلقه اللي هياخدوها من علي ماهر. ده علي ماهر بص مستقانيوس وحاطط في بطنه بطيخه صيف بما اننا دخلنا الصيف وكده، وهيقول للزمالك كم بكم هيقوم مديهم علقه هيدوم بص تنفيضه، يعرفوا يعني ايه كوره. لان المستوى اللعيبه ده، قلنا يا جدعان البدني، والله من ساعه ما خلص الدور الاول يا جدعان بنقول بدني بس احنا بنقول كده عشان في رؤيه، احنا بنشوف كوره. يعني مثلا مش زي واحد ماسك ساب الماتش شغال وماسك بيسكرول على الانستا والفيس، لا احنا بنتابع بنشوف اللعيبه. بدني واقع، البدني واقع من بعد ماتش انبي في الدور الاول. صباح الفل. هات لي كده ماتش قدمه الزمالك، هو الماتش بتاع مصر بتاع 4-1، صباح الفل، عشان نبيلي كوك كان تعبان مله خالص. فتيجي الزملكاوي يحط ايدهم على المشاكل والكوارث اللي جوه النادي، وفوق يا ابني انت وهمت الفرقه واعلامك وهم الجماهير ان انت هتاخد كونفدراليه ودوري وان انت بتنافس رغم الصعوبه. اصل انت ايه المعجزه اللي انت عملتها؟ يعني مثلا لعيبتك دي كل يوم بنطلعها من الاسم، يعني نص اللعيبه مرضى مش بيلعبوا، السكواد موجود وانت اللي جاب الصفقات دي بايديك، فصباح الفل يا عم. فوق بقى من اللي انتوا فيه ده، فوق بقى وفكك من التحفيل. انا ما بتكلمش على التحفيل وهزار والكلام ده، خلاص ركناها، هي كانت شويه يحبيني وتركن. بس يا جماعه الزمالك ما كانش يستحق البطوله، احنا هنكذب؟ هيتحاسب على